يا ترى صيامي مقبول ولا لا؟ طب دعائي ده هيتقبل؟ طب الوضوء بتاعي ده كفايه ولا انا هعيده للمره العاشره؟ انا بلعت ريقي بالقصد؟ طب هو انا كده فطرت؟ لو بتعاني من الوسواس القهري فاكيد دي افكار بتجيلك طول الوقت واكيد هتسيطر عليك اكتر في رمضان. طب ليه بقى الوسواس القهري بيزيد في رمضان؟ رمضان ده شهر العباده، فانت بتحس ان انت كل حاجه لازم تبقى مثاليه 100%، والعقل الوسواسي بيضخم اي غلطه صغيره اكنها كارثه، يعني تبلع ريقك اكنك فطرت، فتلاقي نفسك محبوس في دايره تانيب الضمير لانك مش عايز تاثر في الوقت ده. وكل ما تستجيب للوسواس كل ما عقلك يقتنع ان الحل في التكرار، وده بقى بيخلي الموضوع يزيد ما يقلش. طب والحل بقى؟ التجاهل. يا ترى سمعت الكلمة دي كم مرة؟ التجاهل هو فعلا الحل، والتجاهل هنا مش انك تتعايش مع الوسواس، انت محتاج توقف رد الفعل. يعني لما يجيلك شك قاوم رغبتك في التكرار مرة ورا التانية، مخك هيبدأ يقتنع ان الفعل الاولاني كان كفاية قوي. واجه الفكرة بدل ما تهرب منها. لما يجي الوسواس يقول لك انت لازم تعيد الوضوء عشان اكيد كان في حاجة غلط، رد عليه انا عملته صح ومش هعيد مهما حسيت بالعجز. ومهما كان الالحاح قوي عليك الهي نفسك في اي حاجة لغاية اما الفترة دي تعدي. وعايز اقول لك لازم تبدأ بالتدريج، لو بتعيد الوضوء 5 مرات خليهم 4، وبعد كده 3 لغاية اما توصل للطبيعي خالص. واخيرا لو كل ده بيدخلك في حروب نفسية وفعلا مش قادر تسيطر عليه، لازم تلجأ للعلاج المعرفي السلوكي، والعلاج ده اكتر علاج نتائجه مبهرة، واستشارة معالج متخصص هتفرق معاك جدا وهيساعدك توصل لحل تهدي كل الوسواس اللي في دماغك ده بأسرع وقت. واحنا هنا في يوتوبيا هنعالجك بالعلاج السلوكي المعرفي. خليك عارف ان العبادة انت محتاجها تكون راحة مش عذاب.